فيلمنا بيبدأ مع بنت اسمها بلانكا كانت في الغابة، وفروع شجر بتفضل تشدها من كل اتجاه لحد ما بتيجي أختها فيرتا وتنقذها. ولما بتديلها دبوس جواه أداء سحري، بلانكا بترجع بالزمن قبل 500 سنة، لما الإمبراطور والجنرال بتاعه كانوا بيجبروا السكان إنهم يصطادوا التعابين ويقدموها كضريبة بدل الفلوس. فبلانكا راحت لهم وخلصت على أغلب الجنود بتاعتهم، وبعدين دخلت على الإمبراطور ورمت عليه الدبوس السحري اللي لسه هيدخل في جسمه. الجنرال بيصد ويهجم على بلانكا، فبتحصل معركة بينهم والجنرال بيقدر يهزم بلانكا اللي بتقع في البحر. بعدين بلانكا بتفوق وتلاقي نفسها قاعدة جوه بيت، وست عجوزة بتيجي تقول لها انت في قرية صائد التعابين، وفي صياد اسمه شوان هو اللي أنقذك. لكن بلانكا بتقول لها أنا مش فاكرة حاجة. في نفس الوقت بيجي شوان ومعاه كلبه دودو، وبيقول لبلانكا أنا هوديك للشلال اللي لقيتك عنده، يمكن تفتكر حاجة. وهم في طريقهم للشلال دودو بيقع من فوق الجبل، فبلانكا بتشده بالدبوس السحر بتاعها وتنقذه في آخر لحظة، وشوان بيستغرب من قوتها. ولما بيروح عند الشلال وبلانكا بتبصله، بتفتكر لما الزعيمة أمرتها تخلص على الإمبراطور وكل جنوده. وبعدين شوان وبلانكا وهم ماشيين في الغابة، بيخرج تعبان ويهجم على شوان، لكن بلانكا بتقدر تضربه وتنقذ شوان. وفجأة بلانكا بتقع على الأرض، واتنين من الجنود بيشوفوها ولسه هيقتلوها. شوان بيضربهم بأداة الصيد اللي معاه يخلص عليهم، وبيشيل بلانكا ويطلع يجري بيها لحد ما يريح في بيت. بعدين بلانكا بتفوق وشوان بيديلها الدبوس بتاعها، وهي بتقوله أنا حاسة إن سحر موجود جواه. فشوان بيبلغها إنه هيوديها لورشة مختصة بأعمال السحر علشان يعرفوا سر الدبوس. وفجأة بيلاقوا الجنرال وجنوده داخلين القرية، فبيطلعوا يجروا بسرعة. والجنرال بيسأل السكان عن بلانكا، ولما مش بيجاوبوا عليه بياخد طفل منهم وبيهددهم إنه هيقتله. فأبو الطفل بيقوله هي موجودة مع الصياد شوان. في نفس الوقت التعبان اللي ضربته بلانكا بيروح لزعيمة التعابين في الكهف، وبيبلغها إن بلانكا كانت عايزة تقتله، وإنها كمان ماشية مع صياد تعابين. ولما فيرتا بتقول للزعيمة أكيد أخت بلانكا مظلومة، الزعيمة بتبث فيها روح المحرقة، وبتقول لها قدامك فرصة 3 أيام علشان ترجعي بلانكا، ولو ده ما حصلش جسمك كله هيتحرق. تاني يوم شوان بياخد بلانكا ويطلعوا على مركب علشان يروحوا لورشة السحر، وهما بيدخلوا في لحظات رومانسية سوا. بيخرج تعبان ضخم من البحر ويقول لبلانكا انت ازاي قاعدة مع واحد من البشر، ولسه بيهجم على شوان. بلانكا بتتحول لنص تعبان أبيض، وبتضرب التعبان الضخم بديلها، فجسمه بيتقطع لشرايح. وشوان بيستغرب من تحول بلانكا اللي ديلها بيختفي وبيغمى عليها. ولما شوان بيوديها البيت علشان تريح فيه، بيلاقي جسمها عمال يتجمد، فبيقيد النار قدامها وبياخدها في حضنه علشان يدفيها. تاني يوم بلانكا بتفوق وبتروح مع شوان لورشة السحر، ولما بيقابلوا المديرة ويسألوها عن سر الدبوس، بتقول لهم الدبوس ده مميز جدا، لأن لو شخص استخدمه ضد حد تاني هيسحب قوته بالكامل. وبتديلهم حجر هيوصلهم لمالك الدبوس الأصلي. وبالفعل بيخرجوا في الغابة، والحجر بيوصلهم لفيرتا أخت بلانكا، واللي بتعرفها إن الإمبراطور بيصطاد التعابين أو بيصطادهم يعني علشان يستخدمهم في طقوس شريرة بتزيد من قوته. ولما فيرتا مش بتحس بالأمان ناحية شوان بتهجم عليه، لكن بلانكا بتحمي شوان، والاتنين بيطلعوا يجروا لحد ما يستخبوا جوه كهف، والبيبان بتقفل عليهم. وفجأة تنين بيسحب بلانكا ويفضل يبخ نار عليها وهي عمالة تصرخ، فشوان بيشدها بسرعة وبيخرجوا من باب سري بيوصلهم لمكان مهجور. وساعتها بلانكا ذاكرتها بترجع بالكامل، وبتفتكر ازاي البشر كانوا بيعذبوا عشيرتها من زمان. وبرغم حبها لشوان إلا إنها بتقرر تسيبه وترجع مع أختها فيرتا لعشيرتها، وشوان بيمشي وهو حزين. بعدين فيرتا وبلانكا وهم في الطريق، الجنرال بيهجم عليهم وبيدخلوا في معركة قوية ضد بعض، لحد ما الجنرال بيحبسهم جوه خيوط سحرية، وبيحاول ياخد الدبوس من بلانكا اللي بتفضل متمسكة بيه لحد ما بتسحب قوة الجنرال، وبتتحول بالكامل لتعبان أبيض ضخم، وبتخلص عليه هو وباقي الجنود اللي معاه. في نفس الوقت شوان بيروح لورشة السحر وبيطلب من المديرة إنها تحوله لأي نوع من الشياطين علشان يقدر يعيش مع بلانكا وعشيرتها. وبالفعل المديرة نفذت فيه عملية، نقلت من خلالها ديل دودو وركبته في شوان اللي بقى عنده طاقة يجري لأي مكان بسرعة. فشوان بيروح للمدينة ويلاقيها اتدمرت والناس اللي فيها عمالة تصرخ، وبيشوف فيرتا قصاده واللي بتقوله أعتقد إنك هتبطل تحب بلانكا لأنها اتحولت لتعبان كامل، ودلوقتي في طريقها لدمار باقي المدينة. بعدين تعبان بيروح للزعيمة ويبلغها إن الإمبراطور بيجهز جنوده للحرب،
فالزعيمة بتشك إنه عارف مكانهم، وبتجهز هي كمان التعابين بتاعتها. وشوان بيروح للقرية بتاعته ويبلغ السكان إنهم يهربوا بسرعة لأن في تعبان ضخم جاي يخلص عليهم. وفجأة بيجي الإمبراطور ويكتف شوان بورق سحري، وشوان بيقوله أنت اللي عملت عداوة بيننا وبين التعابين، سيبني أروح أتفاهم مع بلانكا. وبالفعل الإمبراطور بيوافق، وشوان بيفضل يجري لحد ما يلاقي بلانكا قصاده، فبيفضل يترجاها علشان ما تدمرش المدينة، لكنها بتتعصب وبتسيبه وتمشي. وشوان بيروح وراها ويحاول يفكرها بالأيام الجميلة اللي قضوها سوا، وبيقول لها أنا اتحولت علشانك، حتى بص الديل بتاعي. ولما أخيرا بلانكا بتحن وتفضل تقرب من شوان، بتمسكها فروع سحرية محضرها الإمبراطور علشان تحبس بلانكا. ولما فيرتا بتحاول تلحقها، بتتحبس هي كمان في الفروع السحرية. وبعدين بيجي الإمبراطور ويقول لشوان أنا وقعتك في الفخ، شكرا لأنك ساعدتني ألاقي بلانكا، وبيحبسوا معاهم. ولما الإمبراطور بيشغل جهاز السحر علشان ياخد أرواحهم، بتيجي الزعيمة ترمي عليه دبوس بلانكا وتفضل تسحب قوته، لكن الإمبراطور بيقدر يكون طائر ضخم بيدخل تحدي مع أفعى النار بتاعة الزعيمة. في نفس الوقت بلانكا بترمي صخرة بديلها على جهاز السحر اللي مفعوله بيقف، وبتتحرر هي واللي معاها، وبلانكا بتخلص على الطائر الضخم وهي في طريقها للإمبراطور علشان تقتله. الإمبراطور بيستجمع قوته وبيكون من تاني طائر عملاق بيمسك بلانكا وتعبان النار مع بعض. ولما فيرتا بتاخد الدبوس وترشقه في جسم الإمبراطور، الزعيمة بتسحب قوته بالكامل، فبينزل على الأرض والطائر العملاق بيختفي. وبعدين تعابين الزعيمة بتخلص على باقي الجنود، ولسه هيدخلوا قرية البشر علشان يقتلوهم هم كمان. شوان بيقف مع السكان وبيمنع التعابين تقرب لهم. بعدين الزعيمة بتبان على حقيقتها الشريرة، وبتقرر تنتقم من بلانكا علشان اتحدت مع البشر، وبدأت تسحب قوة فيرتا وكل التعابين اللي معاها، لحد ما الزعيمة اتحولت لتعبان ضخم، وفضلت تهجم على بلانكا وتخنقها لحد ما سحبت قوتها هي كمان وحولتها البشرية، ولسه هتخلص عليها. شوان بيشغل جهاز السحر اللي فروعه بتحبس تعبان الزعيمة على آخر لحظة. بعدين شوان بياخد بلانكا ويطلع يجري، ولأن جهاز السحر لسه شغال هما كمان بيتحبسوا، والمكان كله بيتحول لجليد. ولما شوان بيحضن بلانكا علشان يحميها، جسمه بيتجمد بالكامل، وبلانكا بتفضل تبكي عليه. وفجأة روح الزعيمة والإمبراطور بيتبخروا في الهوا. ولما بيجي الدور على شوان، بلانكا بتستخدم الدبوس وتحتفظ بروح شوان جواه. بعدين سكان القرية بيوقفوا جهاز السحر وبينقذوا بلانكا وأختها فيرتا. في آخر مشهد في الفيلم، بلانكا بتأكد لأختها إن روح شوان داخل الدبوس، وأكيد جسده عايش في مكان معين بس بدون ذكريات. بعدين بلانكا وأختها فيرتا وهم ماشيين في المدينة، دبوس بلانكا بيقع على الأرض، ولما شخص بيلاقيه ويروح يديه لبلانكا، بتلف وشها وبيطلع الشخص ده هو شوان، بس مش فاكر حاجة. وبكده يكون فيلمنا انتهى. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك. أشوفكم على خير، سلامات.